السلام عليكم الأصدقاء العائلة، نتمنى تكونوا جميعا بألف خير. لقاكم هذا الفيديو فأتم الصحة. وصفة اليوم عسل طبيعي 100% بمكون واحد، وكيجي زوين بزاف للمعسلات مع الخبز، مع التحليات، مع الحلويات، الكيك، يعني كيجي زوين بزاف وصحي 100%. خليكم مع المقادير وطريقة التحضير، خليكم إلى آخر الفيديو باش نجح معكم هذا العسل. هنايا بسم الله على بركة الله غنحتاجو التمر. هنايا غسلته مزيان، حيت له النوى ديالو أي العظم ديالو، وحيت له يعني نظفته مزيان، غسلته مزيان كما ترون، وقطعته غير شويه. نتوما انا عندي هنايا التمر يعني عادي ديال البلاد وطبيعي، ما فيهش الدواء ما فيه والو. نتوما على حسب اللي عندكم، الاحسن يكون رطب ما يكونش قاصح. صافي هنايا درت ليه الماء، ماء فاتر يعني طيب. صافي يتغطى بالماء، يتغطى كله بالماء كما ترون. خليته من الصباح، انا درته من الصباح حتى العشيه وصايبته حتى رطب كما ترون. صافي هنايا غنحتاج الهادي، الا كان التمر رطب مزيان راه غنحتاجو غير هادي، الا ما كانش راه غنديرو بالميكسور او الخلاط اللي عندكم كما ترون، نطحنوه حتى يولي هكايا كما ترون. هذا القوام باش نستخرجوا داك العسل اللي فيه كله. صافي هنايا ان شاء الله بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب، ولا وصلتي هنايا مازال ما اشتركتي في القناه اشترك في القناه وخلي لي واحد اللايك وتعليق زوين بحالك باش توصلك الوصفات ديالي. هنايا غنحتاج واحد الثوب يكون حياتي، يكون نقي معقم، نخليوه غير بحال هاد الوصفات، نعقمو بالماء طيب. صافي غنعصرو جيدا، يعصر جيدا، نخرجو غير الماء ما يخرجش التمر، يعني نستخلصوا منه غير الماء ديالو فقط كما ترون. نعصرو يعصر جيدا كما ترون، يعني ما يدوزش التمر لهاد العسل حيت غيخسر لكم. غير غنحتاجو غير الماء ديالو كما ترون. صافي هاد الماء اللي خرجت منه انا درت تقريبا لتر، ما غنقولش لكم حيت حتى التمر اللي عندكم على حسب الكميه اللي درتو نتوما. صافي هنايا درتو فوق النار حتى غلا، ونقصت ليه. الا غلا صافي نقصوا ليه وخليه، ولكن ردوا البال عفوا، وحيدوا هاد الرغوه كما ترون. الى تكونت الرغوه حيدوها، ولما تكونت الرغوه حيدوها كما ترون. صافي إلا غلا هاد العسل، إلا غلا، إلا تغلى يعني فوق نار، نقصوا ليه ونخليه ردوا البال حيت إلا صافي مشى تينقص الماء ديالو راه دغيا كيتحرك، ردوا ليه البال. هنايا صافي راه قرب يوجد، ومازال كنحيد ليه ديك الرغوه ديالو. وما تنساوش الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. وهاد العسل زوين بزاف. وهنايا اضفت الباديه او اليانسون النجمي، كيجي زوين، الريحه ديالو كتجي زوينه في هذا العسل. وانتم اضيفوا اللي بغيتو من المنكهات، اللي بغيتو الزعتر اللي بغيتو نتوما على حسب، او بلاش يعني اختياري اللي بغيتو نتوما. صافي هنايا راه بغيت نجربوا واش وجد لينا. صافي راه تقريبا قريب نطفي ليه هذا العسل. صافي كما تراون تجربوا هكايا، الا ما كيتجمعش من الوسط صافي راه وجد. وانتم على حسب اللي بغيتو، الا بغيتو تخليوه يعني القوام ديالو جاري، الا بغيتو يعني يكون ثقيل. ولكن هنايا راه مازال ما برد، راه كيتجمع مازال. صافي راه تحصلنا على العسل ديالنا، عسل طبيعي 100% بدون سكر ابيض، كيجي زوين بزاف. كما قلت لكم المعسلات، الحلويات، التحليات، الكيكات مع الخبز كيجي زوين ومفيد جدا، يعني عنده فوائد كثيره كثيره جدا، مهدئ اعصاب وبزاف الحاجات، يعني بحثوا عليه راه غتلقاو الفوائد ديالو كثيره كثيره بزاف. وهنا خرج ليا تقريبا قرعه ديال 500 غرام، يعني هذيك القرعه صغيره ما عامراش. ولكن انا هنايا عندي التمر ما رطبش بزاف، عندي مخلط يعني ديال النباتات. نتوما الا درتو هذاك المعسل راه غيخرج لكم هكايا. جا العسل ديالنا كيجي زوين بزاف بزاف وبنين. وهنايا غنديروا معكم شويه الخبز، هذا الخبز ديال الشعير بوحدو بدون اي اضافات ديال دقيق اخر، يعني الشعير بوحدو بالخميره البلديه. الا بغيتو نشاركو معكم خبيزات صغار درتهم كيجيو زويونين بزاف.
وهكايا يمكن لكم تفطروا به، تعطيوه للأطفال. حتى هو زوين للزكام وزوين هكايا يفطروا به، كيحيد الإمساك، يعني بزاف بزاف الحاجات فيه الفوائد ديالو. بحثوا عليه في جوجل وغتلقاو الفوائد ديالو. الفطور هكايا يعني كيزيد في قوة الذاكرة، يعني كيعطي القوة للجسم. إن شاء الله تجربوه وتطبقوه، راه عسل زوين بزاف بزاف. ونخليكم إلى فيديو آخر إن شاء الله. إلى اللقاء، في أمان الله.